قوس قرمط. اوكي متفقين؟ قلت لكم وكالة الأنباء الجزائرية هذه عازرينها اللي أنا مهبليني هذو، هنا يسبوا في الهايشر، ومن بعد هنا الرئاسة واش راهم يقولوا، ومن بعد تخرج لك هنايا وكالة الأنباء: رئيس الجمهورية يقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر المقبل. أوكي خي، من الأول كنتوا تقولوا باللي الانتخابات لن تؤجل في موعدها احتراما للدستور والشعب. أنا لو كان جيت عندي سلطة، لو كان جيت وزير اتصال، في الدقيقة هذه إنهاء مهام مدير وكالة الأنباء الجزائرية، إنهاء مهام، نحيو السروال في ساحة شهداء، نعاود نحيو السروال مرة ثانية في ساحة شهداء، لأنه خطأ جسيم أنك تتكلم كلام قبيح قبل أسبوعين وما عندوش علاقة بالمنطق، ما عندوش علاقة بالإعلام، بعده تتناقض مع نفسك. من الأول تقول انتخابات تجري في موعدها ولن تؤجل وكذا من هنا، هذا كلام موش من رئاسة الجمهورية، موش من مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية، هذا كلام في وكالة الأنباء. قادر يكون كمال سيدي السعيد هو اللي كلم مدير وكالة الأنباء قال له قول هذا الشيء، حشاها له بغل. كمان استعرب به، ذكي كمال سيدي السعيد، ذكي، عيط له قال له دير هذا البيان، معناتها إذا كان صحيح مبروك، إذا مش صحيح نمسح فيه الموز. قال أنا خطيري تخذ إما لها يا بغل. كمال ذكي عليك أنه خليك تنزل بيان تقول ما كاش انتخابات لن تؤجل، وها وقال لك تبون، قال لك إيه لن تؤجل، لكن تسبق. أنت قلت لن تؤجل، آسف ما طيحوا لكش كلمتك، والله عسدي ما نأجله، نسبقوها. إذن تحكم في المعلومة يعني توعية المواطن، راهي كلمة تدخل الجنة وتدخل النار. هاي الجنة هاي كلمة واحدة تحيي وتقتل. أنا قلت لو كان جيت وزير اتصال، لأن وزير اتصال ما هوش هو اللي عين مدير وكالة الأنباء وينحيه بصراحة، لكن لو كان جيت في بلاصة تبون هذا مدير وكالة الأنباء الجزائرية هذا يتنحى، لأنه بصراحة لا يمثل مؤسسة تتكلم باسم الدولة، ناطق رسمي باسم الدولة هي وكالة الأنباء الجزائرية. اللعب هذا اللي راهو فيه هذا الكرنفال، هذا الزريبة اللي هي صايرة، هذه غير مقبولة، أمر غير مقبول.